قلب مدينة الجزائر التي أسست في القرن الثالث قبل الميلاد تنقسم المعالم بين الطابع الإسلامي والأوروبي المعاصر. أما الطابع الأوروبي فهو من بصمات الاستعمار الفرنسي الذي مكث هنا لأكثر من قرن ونصف القرن. المدينة المصنفة من ضمن أكبر 100 مدينة في العالم من حيث عدد السكان، تستقبل يومياً مئات الزوار من خارج أسوارها وحدودها، يجتمعون لأخذ قسط من الراحة أحياناً داخل مقاهيها الشعبية المتناثرة في كل مكان. على ميدان بورسعيد في قلب العاصمة يطل معلمان تاريخيان شيدا تقريباً في نفس الفترة من الثمانينيات. أحدهما هو أول وأكبر مسرح وطني في البلاد، يجاوره مقهى طونطونفيل. فيه تخرج الصورة من شكلها العمراني الجامد إلى ترابط روحي يفيض بالأحاسيس التي تسحر أهل الثقافة والفنون. تسمية تاع طونطونفيل، أول صاحب مقهى في هنا في طونطونفيل سماها طونطونفيل على واحد المدينة صغيرة في فرنسا. من خلقته هي وسماها مقهى طونطونفيل، قلب العاصمة في هذاك الوقت. هذا هو في هذه هي لو سونتر فيل تاع قلب العاصمة. هنايا في هذايا يعيطوا له سكوار بروسون، زمان دوكا سكوار بورسعيد. هذا هو قلب العاصمة. دونك الناس كانت عايشة هنا في هذا المكان هذا، وهذا أشهر مقهى في الجزائر. وطونطونفيل مقهى تاريخية، رمز من رموز المقاهي في الجزائر ككل، واستطيع القول انها اكبر مقهى في الجزائر في العاصمه، حتى ولو كان على كل حال في كل منطقه كاين مقهى للفنانين، ولكن اللي تشملهم كلهم هي طونطونفيل المقهى في العاصمه. طبعا طونطونفيل غنيه على التعبير، وماذا بينا نزيدوا لها لكل بلد نادي فنانين، ونادي نادي الفن في الجزائر هي طونطونفيل. مرتادو هذا المقهى أغلبهم من نخبة الثقافة والفن، خاصة أهل المسرح، فهنا يستلهم هؤلاء الأفكار حتى من المحيط حولهم. قد تكون من تحركات نادل نشيط يكد طوال النهار في معترك الحياة منتظرا راتبه آخر الشهر، أو من شيخ جالس إلى الطاولة يرتاح قليلا في انتظار النهوض مجددا والعودة إلى طابوره انتظار معاش التقاعد. كل ما في الأمر أن رشفة القهوة هنا لها مذاق ومعنى خاصان. حتى الهندسة ترمز إلى الأشياء الجميلة، وقت اللي كان مسرح يعني. وهذا هو نحن حتى شوف خاصة في الصور، شوف الكبار تاع الصور، شوف العظماء تاع المسرح، شوف هذا يعطيك روح جديدة انك تستمر في هذا العمل وتبدع اكثر واكثر. لانه الشرط الاصل كي تدي شويه قهوه وتترشفها عندها ذوق واحد اخر، ماهوش الذوق تاع هي الاحساس. هذاك احساس كبير، احساس راقي جدا. ليست للمقهى التاريخية ذي الطابع المعماري الفرنسي المشيد منذ أكثر من 100 سنة دعائم إسمنتية فقط، فعلى جدرانه تتجلى دعائم من نوع آخر. إنها أسماء خلدت أصالة الفن الجزائري والعربي والعالمي. كثير فنانين فقدناهم، يعني مسرحيين. هنا كان يقعد الحاج محمد العنقة، كان يقعد مصطفى كاتب اللي هو مدير ومسرحي كبير وكاتب، وهو كان مدير العام تاع المسرح. كان يقعدوا أحمد أقومي هنا، كان يقعد عمار بوشكي، أكبر فنانين مجموعين على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم اللي كانوا معروفين. يعني حتى كانوا شيوخ من وهران، الشيخ حماد أنا التقيته هنا في 67. يعني هذو الفنانين اللي كانوا يقعدوا هنا ولا قمة كبيرة. قمة الفنان هي خلت هذا المسرح عنده اسم كبير، خلت هذا المقهى عنده اسم كبير. أبى صاحب هذا المقهى أن يغير اسمه أو حتى عمرانه الهندسية، فالتاريخ بالنسبة له عندما يكتب لا يمكن إضافة أحرف إليها قد تخل بمعناه الأصيل المترسخ في ذاكرة من مر ويمر من هنا في فترة من الفترات.
من الفن الرابع إلى الفن السادس، ومن الطابع الأوروبي إلى البصمة الإسلامية في العمران، ندخل ونستكشف مقاهي القصبة العتيقة. داخل أقدم الأحياء الشعبية في مدينة الجزائر وأعرقها تستدرجك أينما مشيت رائحة القهوة التقليدية الممزوجة بعطر الياسمين. هنا تقودك الرائحة إلى مقهى مالاكوف، أقدم المقاهي الشعبية المحتفظ بذاكرة فن الزمن الجميل. هي كلمة روسية، معركة في روسيا، فيه جنرال فرنسي وين ربح هذه المعركة، وين كان الاستعمار الفرنسي آنذاك. حتى بباريس مثلا فيه حي كبير معروف حي مالاكوف ومحطة مترو مالاكوف بباريس. هنا كان هذه الواجهة هي نقدر نقول أول واجهة اللي وضعتها فرنسا لإخفاء القصبة أو الحي أو المدينة القديمة، فقاموا بوضع واجهة فرنسية بالأقواس. في حالة مرور باخرة لما ترى الواجهة تدرك بأن الواجهة هي تحت أو المدينة تحت سيطرة فرنسية. الجلوس داخل مقهى مالاكوف يجبرك لا إراديا على الرحيل بمخيلتك إلى زمن غابر ممزوج بمأساة حقبة الاستعمار الفرنسي تارة، وتارة أخرى بسماع أصوات تصدح داخل هذه القاعة الصغيرة، أصوات عمالقة الفن السادس بمختلف أشكاله، وعلى رأسها الفن الغنائي الشعبي الذي يراه كثيرون أسلوبا للتحاور الاجتماعي وفلسفة تنطوي على حكم كثيرة. حاج طاهر الفرقاني كان يجي لهنايا، أحمد وهبي كان يجي لهنايا، بلاوي الهواري كان يجي لهنايا، عبد الكريم دالي كان يجي لهنايا، فنانين كبار في الطبعة تاع الأندلس ولا الحوزي ولا المالوف، هادو كل كانوا يجيو لهنايا. الاحتراش هنا كيما يقولوا، واحد يقول لك الحوزي في تلمسان، المالوف في قسنطينة، وهنا العاصمة على بالك شنو العاصمة هي صنعاء، العاصمة تتسمى يقولوا لها صنعاء. هنا يديو حوايج لي ما عندهمش يعني في النواحي. قصص المقاهي الشعبية في الجزائر لا تنتهي، فلكل منها حكاية وتاريخ وبصمة ممزوجة بالفن والأدب والغناء وحتى الثورات والانتفاضات. هي أقرب إلى نبض الشارع، مرتادوها يبحثون عن سكينة لدقائق في رحلة ارتشاف فنجان قهوة قد تخفف عنهم تعب اليوم الطويل وهمومه، وقد يصلح أن يطلق على من تجذبهم تسمية هواة المقاهي. نهد زرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.